نبدأ مع بعض بقى الجزء الأهم عندنا، وهو الشوب دروينج بتاع الكونكريت. بس خلي بالك، المهم جدا ان انت تبقى فاهم ان انت ما بتخشش على المرحلة دي غير ما بعد ما بتعمل الكوردينيشن اللي احنا عملناه المرة اللي في المحاضرات اللي فاتت ما بين الاركتكتشر وما بين الاستراكشر، وتطلع الار اف ايز بتاعتك وتبعتها، وتفضل في المرحلة دي من المشروع على حسب حجم المشروع. بتاخد وقت مننا كبير لحد ما خلاص تقفل القصة بتاعت التعامل ما بين ان يكون في تعديلات تاني في الاركتكتشر وتعديلات تاني في الاستراكشر، وخلاص كل حاجه كوردينيتد مع بعض، والمودلز طالعه ما فيهاش اي كلاشز. فمن هنا اول ما توصل للمرحله دي تبتدي على طول تخش للمرحله اللي بعديها، وهي مرحله الكونكريت دايمنشن. وشوفنا في الخطوات بتاعتنا او في المشروع بتاعنا اللي هو في النافيزوركس الكوردينيشن، شوفنا ازاي احنا بنحل المشاكل عن طريق الداينامو، وبنكتشف بنعمل الكورة دي عشان نقدر نكتشف هي فين المشاكل. فتعالوا كده نخش ونشوف ازاي هنبدأ مع البي سي كونكريت دايمنشن والار سي كونكريت دايمنشن، وبعد كده نشوف الار سي سيكشن والسيميل سيكشن والستاندرد دروينج ممكن تشتغل معانا ازاي، وايه الريفرنس اللي احنا هنشتغل عليها، وايه هي الفيو تمبلت كمان اللي احنا هنكريتها عشان تسهل علينا الشغل بطريقة كبيرة. فتعالوا نشوف الستبس بتاعتنا دي كلها في الفيديوهات اللي جاية، وازاي هنجهز الفايل ونبدأ على طول في البي سي كونكريت دايمنشن.